ازيك يا صديقي؟ يا رب تكون في احسن حال. النهارده هنكمل في قصه سيدنا ايوب عليه السلام، واللي اتضرب بيه مثل في الصبر، ولسه لحد دلوقتي حتى الجمله الشهيره اللي كلنا عارفينها واللي لو سالت عيل صغير عارفها لما تيجي تقول له يا اخي انا صبرت صبر ايوب. طبعا هو بتتقال على فكره ان سيدنا ايوب عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام صبر قد ايه على البلاء اللي اتعرض له. فاحنا النهارده هنعرف قصته. وانت بتشوفني على اليوتيوب للمره الاولى انزل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا باستمرار. لو انت اوريدي مشترك ما تنساش تكتب كومنت وتعمل تعليق. تمام، تكتب كومنت وتعمل تعليق عشان دي غير دي. ماشي، صباح الخير. متنساش قصدي تكتب كومنت وتعمل لايك وشير عشان نوصل لاعلى عدد من اللايكات واللي الفيديو ده يوصل لاعلى عدد من الناس. يلا بعد الانترو نشوف قصه سيدنا ايوب وصبره على بلاوي. اولا يا صديقي، زي ما بنشوف في الايه الكريمه كده، سيدنا ايوب بينسب النسب بتاعه او بيمتد النسب بتاعه لسيدنا اسحاق، زي ما بنشوف زي ما بقول لك في الايه الكريمه كده. العلماء اختلفوا على النقطه دي، في منهم اللي قال او الناس كانت بتعتقد ان الضمير هنا في الايه عايد على سيدنا نوح، لكن في الحقيقه الضمير عايد على سيدنا اسحاق، وبالتالي سيدنا ايوب بيرجع نسبه لسيدنا اسحاق، ومن قبله طبعا سيدنا ابراهيم اللي زي ما قلت في حلقه سابقه بينسب اليه لقب ابو الانبياء، نظرا لان اغلب الانبياء اللي جم من بعديه سواء انبياء بني اسرائيل او الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اللي جه من نسب سيدنا اسماعيل وهو الابن الثاني لسيدنا ابراهيم، فالانبياء كلهم يعتبروا اللي جم بالرسالات وبالكتب بينحدروا كلهم من نسب والاثنين الولاد اللي هم كانوا ولاد سيدنا ابراهيم هم سيدنا اسحاق وسيدنا اسماعيل عليهم وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. المهم ان سيدنا ايوب كان عنده فلوس كتير، كان عنده ارض، كان عنده انعام، كان عنده كتير من الاولاد والاقارب، ولكن الله سبحانه وتعالى اراد ان هو يختبر صبره بمرض. المرض ده ما نعرفش ماهيته ايه، عشان بس انا بعد شويه هقول لك على روايات مغلوطه في قصه سيدنا ايوب، فدي احذر منها وما تاخدش بيها. سيدنا ايوب احنا ما نعرفش المرض اللي هو ابتلي بيه كان ايه، لكنه مرض كان شديد وابتلاء عظيم جدا اصابه بالضعف والوهن، وبسبب المرض ده الناس بعدت عنه. الناس هنا ما بعدتش عنه عشان هم بينفروا منه. الله سبحانه وتعالى عصم الانبياء من ان هم يبقى عندهم حاجه يعني امراض تنفر الناس منهم، لكنه ابتلاه بمرض شديد. الناس ابتعدت عنه لان هي دي سنه الحياه. من ضمن العبر اللي انت ممكن تتعلمها في القصه دي برضو هو انك عادي يعني ممكن تبقى الدنيا ماشيه معاك بيس، ولما الدنيا تقع بس شويه تتلخبط كده معاك هتلاقي كله مش موجود، مفيش حد حواليك. وبالذات في موضوع المرض ده، الموضوع هنا ملوش علاقه بانه مرض معدي او لا، هو مرض ما كانش طبقا لاقوال العلماء المرض ما كانش منفر، لان دي روايات مغلوطه. لا، هم بعدوا عنه لانه خلاص هو مرض، وزائد المرض هو خسر فلوسه، خسر الاولاد، ولاده ماتوا، فالدنيا دارت عليه زي ما بيقولوا بامر الله سبحانه وتعالى. فبلاء عظيم جدا وبلاء شديد، ولكن الوحيده اللي فضلت معاه هي زوجته البره الصالحه، وهي اللي فضلت معاه متحمله البلاء وصايبها هي كمان من البلاء ما صاب سيدنا ايوب، مش بالمرض لكن هي كمان ولادها اللي هم ماتوا، هم كمان ولاد سيدنا ايوب، لان هم كمان يعني ولادهم هم الاثنين اقصد ماتوا، فهي طايلها البلاء كأم مات عيالها، وكانت عايشه برضو يعني في غنى وبتاع، فالحل نزل بيها. استمر بلاء سيدنا ايوب فتره من الزمن، لكن انا زي ما كنت بقول في الحلقه اللي فاتت في قصه سيدنا يونس، في حاجات معينه في القصه مش بتفيد ومش بتضر، مش هيفرق احنا هو قعد قد ايه، لكن الخلاصه في كده هو ان المرض ده طول وهو صبر عليه، لان الصبر ده بيجي مع طول الشيء، الصبر ده ما بيجيش مع ان الحاجه خلصت بسرعه. فمعنى ان هو صبر ومعنى انه بيتضرب بيه المثل في الصبر، يبقى معناها ان البلاء ده طال عليه، ايا كان بقى المده اللي هو طال بيها عليه البلاء. زي ما كنا بنقول المره اللي فاتت، ايا كان المده اللي قعدها سيدنا يونس في بطن الحوت، وايا كان المده اللي قعدها سيدنا ايوب في الابتلاء بتاعه، فهم كان عنده صبر، كان عندهم صبر. المهم ان بعد فتره من الزمن اشتد بيه، طبعا فضل البلاء بيشتد بيه بلاء المرض، وزي ما قلت لك الناس بعدت عنه، كل حاجه بقت مفيش غير مراته، لحد لما في يوم دعا ربنا سبحانه وتعالى بانه يشفيه من البلاء اللي هو اتصاب بيه. فربنا سبحانه وتعالى امره زي ما بنشوف في الايه الكريمه كده انه يركض لعين من الماء بمعنى اصح، ويغتسل منها ويشرب كمان منها. يقال ان هو لما اغتسل البلاء ذهب عن جسده خارجيا، ولما شرب البلاء ذهب عن جسده داخليا، وبالتالي رجع سليم ومعافى وما عندوش اي مشكله. اما بالنسبه للايه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول له فيها فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث، يا رب اكون بس قلت الايه صح، انا طبعا هحطها لكم زي ما بحط دايما الايات. فدي العلماء قالوا ان هي نزلت في زوجته، لان سيدنا ايوب اقسم انه هيضرب زوجته، فلما خف ربنا سبحانه وتعالى تخفيف على زوجته، لان هي برضو استحملت البلاء وهي استحملت كده وهي
فهو ربنا سبحانه وتعالى هنا امره ان هو ياخد 100 عود، 100 عود من الاخصام بمعنى اصح، يعني يقدر ان هو ينفذ القسم من غير ما تبقى الضربه شديده، خلاص هو هيضربها فعليا بس بحاجه بما معناها خفيفه وما يبقاش حنس بالقسم بتاعه. فهي دي التفسير اللي العلماء بيقولوه بالنسبه للايه دي هي كمان، او للقسم اللي هو قال. ايه بقى الحاجات المغلوطه في قصه سيدنا ايوب؟ طبعا هو لحد هنا بتكون انتهت القصه. هو بيقال ان هو مات وهو عنده 90 سنه، اما مكان دفنه فمش معلوم هو مدفون فين. الحاجات اللي مغلوطه في قصه سيدنا في قصه سيدنا ايوب، من ضمنها ان هو الاسرائيليات بتقول ان هو اتصاب بمرض بينفر الناس منه، ان الديدان ملت جسمه. الروايه دي غلط، ما تصدقهاش، مفيش اي اساس ليها من الصحه. ده رقم واحد. رقم اتنين، الروايه بتاعت ان ربنا احيا اهله مره تانية ليه، لا، هو ما احياش اهله مره تانية ليه. هي الايه اللي ربنا بيقول واتاهم مثلهم معهم، يعني لما ربنا خلاه يخف ورجع له اهله، ده لان بيقول لك ان هو كان عنده اقارب كتير وكان عنده عزوه بمعنى اصح، فلما مرض كل دول بعدوا عنه، فربنا رد اهله ليه تاني ولم شمل اهله بيه تاني، ولكن ورزقوا ذريه جديده، ان هو انجب ذريه بعد كده. لكن مفيش حاجه في اقوال علماء المسلمين بتقول ان هو احيا اولاده تاني اللي هم ماتوا، اللي هم ذريته اللي ماتت. فدي كمان من الاقوال المغلوطه، فكره انه احيا اهله مره تانية او احيا اولاده اللي ماتوا مره تانية. الفكره الثالثه الغلط واللي مش كويسه خالص ان هي تتقال في حق زوجة نبي، هم اللي بيقولوا ان سبب القسم بتاع سيدنا ايوب بانه هيضرب زوجته هي ان الشيطان تمثل ليها في هيئه انسان وقال لها ان هو هيقول لها على مكان الشفاء بتاع سيدنا ايوب، وبالتالي سيدنا ايوب يقال هنا ان هو قرر ان هو هيضربها بسبب كده. لكن دي كمان روايه خطا تماما. لحد هنا بتكون انتهت القصه. حكيت لك قصه سيدنا ايوب وقلت لك على المغالطات اللي فيها. بتمنى ان تكون الحلقه عجبتك. لو زي ما بقول كل مره وصلت للحظه دي مشكورا، ما تنساش تشترك وتفعل الجرس، ومش هطول عليك في كده. دي الحلقه الاخيره في شهر شعبان. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود علينا الايام بخير. الحلقه الجايه ان شاء الله اذا قدر الله البقاء واللقاء زي ما بيقولوا، نبقى يوم الجمعه ويبقى تاني يوم رمضان. كل عام وانتم بخير. ربنا يعيننا ان احنا نصوم نهاره ونقيم ليله على الوجه اللي يرضيه عنا جميعا. شكرا لكم.